هذه يتم توقيف طلال الناطق الرسمي لفريق الوداد الرياضي لمدة سنة واحدة إثر تصريحات تحتوي لأدلى عقب انتهاء إحدى المباريات، واللي كيقول بأن التحكيم فهو يعني متكرفس على الوداد بهذه العبارة. تفضل. هو مصطفى يعني علاقة بهذا الموضوع، فالمنخرطين ديال فريق الرجاء ديال فريق الوداد الرياضي صدروا بلاغ احتجاجي يستنكرون من خلاله الحكم الصادر ضد طلال بالإيقاف ديالو لمدة سنة، وقالوا بأنه إلا كان الدفاع على مصلحة الفريق والتنديد بأخطاء الكارثية التحكيمية اللي تعرض فيها الوداد كيستدعي أنه يعني يتوقف طلال لمدة سنة. فبالنسبة لهم هذا الشيء ما كيساهمش في الإصلاح ديال المنظومة ديال الكرة. الإصلاح ديال منظومة كرة القدم من وجهة نظر برلمان الوداد يقتضي معالجة الاختلالات اللي كاينة في المنظومة الكروية على مستوى التحكيم وجميع المستويات ديالها. قال لك عوض أننا نمشيو ننزلوا بعقوبات قاسية وزجرية على محمد طلال اللي يمكن كانت آخر خرجة إعلامية ديالو هي بالأمس رفقة الزميل يعني الزملاء بشوف التي في اللي هذا. فمن بعد دابا عنده عام ما خصوش يخرج اعلاميا، ما يظهرش اعلاميا، كان غادي يستأنف القرار ديالو كذلك ديال هذا الايقاف لهذه المده. هذا هو اللي نقدر نقولها مصطفى من طبيعه الحال فيما يتعلق بهذه النقطه هذه. حنا كنتكلموا نيت على فريق الوداد الرياضي، واللي الجماهير الوداد كلها مصطفى امل وكلها يعني كتنتظر بفارغ الصبر انه تكون واحد يعني النتيجه ايجابيه يوم السبت المقبل. ينتصروا هما وينتظروا يعني تعثر ديال الفريق ديال سيمبا التنزاني. نشير الى ان الوداد لحدود اللحظه ضامن الحصول على واحد المبلغ ديال 700 الف دولار، لانه بلغ يعني الدور الربع عفوا دور مجموعات دوري ابطال افريقيا بلغ اللي غينعش الخزينه ديال فريق الوداد الرياضي. يلعبوا المقابله من بعد عندهم رزنامه من المباراه ديال الدوري الاحترافي اللي غتلعب كذلك، وكاين التحضير الجموع العامه يوم الاحد المقبل غنعرفوا العدد الاجمالي ديال المنخرطين. الى مصطفى كتوضيح راه على المنخرطين دابا اللي غيخلصوا 4 سنين ديال الانخراط من هنا عندهم اخر اجل نهار الحد. راه تخيل معايا يا مصطفى الى عين واحد 200 منخرط ضرب 200 ضربها في 4 مصطفى راه 800 مليون غتنعش خزينه الوداد من المنخرطين. الى عين 200 مليون يعني جدة الانخراط ديالها يعني غتنتعش الخزينه ديال الفريق بواحد المبلغ اللي هو كبير وكبير. الكلمه السي مصطفى. شوف حسناوي، المباراه ديال الوداد الناس كما قال فوزي البزرتي وكما كيشوف الجمهور ديال الوداد خصهم يلعبوا يلعبوا ينتصروا في هذه المباراه وما ما يشوفوش شنو واقع في المباراه الاخرى. نشير بين المباراتين غيتنطلقوا في نفس التوقيت في حدود الساعه 5 يوم السبت. والوداد حسنا نقولها وما شحال هاد الهضره قلنا البارح وقلناها مني الوداد تأهل فهي مفاجأة الحسناوي للأمل. تأهل غتكون مفاجأة، وربما لا داز الوداد يكون الحسناوي الحصان الأسود كذلك الفرق الأخرى. لا داز اللي دازت الوداد غتلقاها في الفينال، تلقاها في الفينال الحسناوي. لا داز إذن الجمهور خصو هاد المباراة فهي مهمة. حنا بالنسبة لينا حسناوي نبغيو الفريق ديال الوداد تشوفو ينتصر. وهذا الجالاكسي حسناوي راه فريق مغمور صحيح، ما عندوش واحد التاريخ كروي، ولكن ربما هذاك الحضور الجماهيري الكثير ربما يقدر يلعب تحفيزات حسناوية كبيرة ونشوفو ربما يجيب واحد التعادل. مع العلم حسناوي المهمة باش ما نكذبوش على الناس الناس كيتفرجوا فينا مهمة فهي صعبة ونقدر نقولوا شبه مستحيلة حسناوي للأمانة، حيث باش يقطعوا اليقين الشك باليقين الفريق ديال سيمبا التنزاني حسناوي لن يترك الفريق ديال جالاكسي بهذيك الجماهير حسناوي العريضة لواحد 50 أو 60 ألف واحد البطاقة يقول صافي أهلتوها للنهاية. هي أخويا راه فريق الوداد فريق كبير أخويا، شي لا كون على يقين أخي. لا داز الوداد يمشي للادوار طالع يمشي للمباريات المهمه. راه الوداد شوف الوداد واحد القضيه نقولها لك في هذه المنافسه والله الا قصى راسو براسو
اقسم بالله. وهذه كنعتبرها انا كنعتبرها مفاجاه من المفاجات. ماشي مفاجاه، شمتها. واش انت كبيره حسناوي، ديك ما خصهاش توقع في الكره حسناوي. ملي كتكون بروفيسيونيل وكتكون كتلعب باحترافي وكتشوف بانك لعبتي واحد 8 سنين وانت كتلعب واحد الاعلى مستوى ولعبتي نهائيات، ربحتي نهائيات، اليوم مصطفى انتصروا ب 6-0 في شي مقابله ديالهم. اودي احنا ما عندنا باش نديروا هذاك 6-0، حنا بغينا السبت حسناوي ان شاء الله. خلينا خلعتي مصطفى، سمعتي 6. لا خلي ما عندنا ما نديروا بهذاك شكون اللي انتصر ب 6-0؟ شكون هما هما؟ سيمبا. ايوا خلي